صباح الخير. اليوم نكمل التجربة الثالثة والأخيرة لعلاج عرق النساء لانزلاق الغضروفي بالديسك باللية الشاه. وإن شاء الله اليوم نسخن الدهن أو الزيت بالموية، لأنه أمس صراحة سويته في الميكرويف وفعلا الطريقة ما هي مزبوطة، يعني كان بينفجر الكاس مع الزيت، فطلع صوت غريب وتناثر بعض أجزاء الزيت. حطيته الحين على القدر على نار هادية لها يمكن 3 دقايق شغالة، وبطفي عليه خاف ينكسر الكاس، بنتظر شوي. طبعا اللي يسألني عن النتيجة ما زال يعني باقي الكاس الثالث بنشربه اليوم إن شاء الله، وبعد الكاس الثالث يعني بأيام بقول لكم إن شاء الله النتيجة بكل أمانة وشفافية. لكن مبدئيا في تحسن صراحة، تقريبا إلى 20% ما يزيد. كان في خدران في الرجل كبير، الحين خف الخدران اللي في الرجل، الألم راح، لكن ما أقدر أقول إنه هذه النتيجة هي وإنه فعال وإنه كل شيء إلا بعد الكاس الثالث، لأنه التحسن هذا اللي ما يزيد على 20% قد يكون نفسيا بسبب الأمل ورفع يعني سقف الطموح، إنه لما تتعالج بشيء فترتاح نفسيا فتحس إنه خلاص إنك تعالجت. لكن ننتظر النتيجة بعد الكاس اللي بشربه اليوم بعدها بأيام. إذا جت النتيجة بعدها بيوم أو يومين بقول لكم، وإذا النتيجة تأخرت أو ما جت نتيجة فبقول لكم إن شاء الله بالكثير بعد أسبوع. طبعا تفاجأت أمس ببعض مواقع إخبارية، بل عشرات منها، نشرت المقطع تحت مسمى علاج عرق النساء والانزلاق الغضروفي، وحصدت ما شاء الله ملايين المشاهدات. لكن يعني أحب أقول إنها تجربة شخصية، وما يعني ما أقدر أقول إنها تجربة حقيقية، لأنه ما يثبت هذا الشيء إلا الجهات الطبية المختصة وغير ذلك. صحيح إنه حديث نبوي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، لكن الحين نتكلم عن تجربة ما نعرف تفاصيلها، فممكن لها تفاصيل وطرق مختلفة أو غير اللي سويناها، رغم إني سويت التجربة أتوقع يعني مثالية في كل شيء، لكن رغم ذلك ما يعتبر علاج فعال إلا بعد ما تثبته الجهات المختصة أو أصحاب التجارب. أي شخص يجرب عن ثقة تسأله، فما ينفع نعمم هذه التجربة على أي شخص يقوم يشرب الدهن هذا ويمكن يسبب له مشاكل أخرى، رغم أنه هذا شيء طبيعي وصحي، ما أتوقع أنه مشاكل، لكن رغم ذلك ما نعمم التجربة أبدا إلا بعد نجاحها، ونجاحها لأشخاص كثيرين. الكثير سألوني إيش يصير بعد ما تشرب أو إيش تسوي. ما أشرب شيء ولا أكل شيء خلال 4 ساعات، يعني بعدها بساعتين أشرب شوية موية كذا معتدلة عشان يعني أرطب حلقي، وكمان ما أبغى أشرب بارد يعني خوفا أنه يتجمد الزيت، رغم أنه حرارة الجسم 37 تمنع تجمد أي شيء داخل الجسم، زيوت شحوم، الحرارة تلغي هذا، ولكن من باب الاطمئنان فما حبيت أشرب شيء بارد. بعدها ب4 ساعات أكلت أكلة خفيفة طبيعي، وأنصح أنه بعد ما تشرب تتحرك شوي، يعني بس مجرد تجربة يعني، وأنك ما تشرب بارد. إذا اضطريت أو جوعان فأقل شيء ساعتين بعدها، وتكون يعني الشيء اللي بتاكله حار ما هو بارد. بسم الله، نشرب الكاس الثالث والأخير. والله شيء صعب صعب بشكل ما تتخيلوا، طعم مرة بسم الله يا الله، بسم الله بسم الله. آه يا الله. والله كنت برجع، بصراحة بصراحة شيء ما هو سهل، والله ما هو سهل نهائيا. الطعم مرة مرة يا الله، لكن الحمد لله إن شاء الله إذا في تحسن خلال ال3 الأيام القادمة راح أخبركم. إذا ما في تحسن بتأخر أسبوع وأعطيكم النتيجة بإذن الله.
الله يسعد الجميع. اعذروني إذا طولت في المقاطع، لأن هذه التجربة عامة، ما هي تجربة شخصية. يعني عشان يقولوا لي اختصر الموضوع، تختصر الموضوع لما يكون بينك وبين صديقك كلمتين فتقول له اختصر ويختصر، لكن تجربة عامة قد يتأثر فيها الكثير، فلا بد أنك تحكي التجربة كاملة للجميع، واللي يبغى يستفيد بيكمل الفيديو، اللي ما يبغى فما يعني يكمل، فاعذروني.